لو ما تعرفش فالاتحاد الاوروبي بقاله فتره بيصرح ان هو هيوقف تماما مبيعات السيارات اللي شغاله بمحركات الاحتراق الداخلي بحلول سنه 2035 واستبدالها بالسيارات الكهربائيه، وده عشان السيارات القائمه على محركات البترول او الديزل بينبعث منها غازات ضاره جدا بالبيئه زي الانبعاثات الكربونيه مثلا. وعلى فكره القرار ده كان واخده الرئيس الامريكي السابق جو بايدن في عهده برضه، بس ترامب في حملته الانتخابيه قال ان هو مش هيسمح بالغاء السيارات القائمه على محركات البترول او الديزل لو كسب الانتخابات. اهو كسبها. المهم يعني الخبر ده بقوله لكم عشان دايما في سؤال بيتسأل لما تيجي سيره السيارات الكهربائيه، وهو هل فعلا السيارات الكهربائيه تقدر تحل محل السيارات القائمه على محركات الاحتراق الداخلي؟ طب ولو الاجابه ليه لغايه دلوقتي بالرغم من وجود سيارات مش مضره للبيئه زي السيارات الكهربائيه لا زال في اعتماد كبير على سيارات محركات الاحتراق الداخلي؟ والاهم بقى عاوزين نلقي نظره على تكنولوجيا مهمه جدا وهي تكنولوجيا السيارات الهجينه. ايوه، هل كان عندك علم ان في حاجه اسمها سيارات هجينه او هايبريد كارز؟ احنا بقى هنعرف برضو باذن الله مع بعض ازاي العربيات الهجينه دي هي الحل الوسط والافضل حاليا للخناقه الدايره ما بين سيارات محركات الاحتراق الداخلي والسيارات الكهربائيه. الحلقه دي هتكون حلوه ومفيده للناس اللي بتحب العربيات ومهتمه تعرف التطورات الخاصه بيها سواء تكنولوجيا او صناعيا. فانا ده حسن لاول مره تشوفني، وما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يجيلك كل جديد. يلا بينا. محركات الاحتراق الداخلي عشان تدي دفعه للعربيه وتتحرك لازم الوقود اللي جوه العربيه ده يتحرق، او بمعنى ادق يشتعل. الطاقه المهوله الناتجه عن اشتعال الوقود داخل غرف الاحتراق في المحرك هي اللي بتدي دفعه قويه للعربيه علشان تتحرك. بس في مشكله هنا، ان الاحتراق ده بينتج عنه عوادم نتيجه التفاعلات الكيميائيه اللي حصلت جوه غرفه الاحتراق داخل المحرك، والعوادم دي لازم تخرج على بره. والعوادم دي عباره عن انبعاثات كربونيه ونيتروجينيه، يعني غاز اول اكسيد الكربون وثاني اكسيد الكربون واكسيد النيتروجين وليله كبيره كده. كل العوادم دي ضاره جدا بالبيئه وضاره عليك انت كمان اصلا. يعني اقول لك خلاص تمام، مش انتوا شايفين محركات الاحتراق الداخلي مضره؟ ليه ما نعملش عربيه تمشي بالبطاريه ولا في تفاعلات بقى ولا عوادم ولا اي حاجه من دي؟ احنا هنجيب بطاريه، نوصل البطاريه دي بموتور، الموتور ده ياخد كهرباء من بطاريه العربيه فالموتور يتحرك والعربيه تدور. سهله اهي. بس الحقيقه ان الموضوع ما كانش بالسهوله دي، والنقطه اللي جايه دي بقى هي اللي هتجاوب على السؤال اللي قلناه في الاول، ليه لا زال الاعتماد على محركات الاحتراق الداخلي كبير بالرغم من وجود سيارات كهربائيه؟ بص يا سيدي، اهم واكبر مشكله رئيسيه بتواجه السيارات الكهربائيه هي البطاريه نفسها اللي بتشغلها اصلا. البطاريه دي زيها زي اي بطاريه بتفضى، ولما تفضى العربيه هتقف منك ومش هتنطق غير لما تشحن البطاريه تاني، وده بقى يعمل لنا كذا مشكله. اهم مشكله هي مشكله بيسموها الرينج انكزايتي. خلاصه المشكله دي ان البطاريه مش معروف هتقعد معاك وقت قد ايه طول الطريق لغايه ما تفضى، ووارد البطاريه تفضى منك وانت ما وصلتش لاقرب نقطه شحن. وكمان البطاريه دي ليها كفاءه تشغيل او بيرفورمانس، وكفاءه التشغيل دي معتمده على عوامل كتير قوي منها الظروف البيئيه. يعني باختصار في اوقات البطاريه تخلص منك بسرعه واوقات لا، فانت حتى لو شاحنها قبل ما تتحرك انت لازلت جاهل بالمده اللي هتفضل فيها البطاريه دي شغاله، وده بيخليك متوتر طول الوقت من فكره ان البطاريه تفضى وانت لا وصلت لوجهتك ولا في محطه شحن قريبه منك، لقله كمان محطات شحن الكهرباء الخاصه بالسيارات دي. تاني مشكله بقى وهي مشكله طول مده الشحن. السيارات الكهربائيه يا جماعه بتقعد مده طويله جدا جدا عشان تشحن، بنتكلم في ساعات حرفيا عشان تخلص شحن. تالت مشكله بقى وهي تحمل البطاريه الاحمال العاليه. يعني كل ما زاد الحمل بتاع العربيه زاد الاستهلاك بتاع البطاريه، وده بيعمل صعوبه في اننا ننتج شاحنه مثلا بتمشي بالبطاريه لمسافه طويله. تعالى بقى نشوف هل المشكلات دي موجوده في عربيات محركات الاحتراق الداخلي ولا لا. اولا انت بتفول العربيه في 5 دقائق بس في البنزينه وبتمشي بيها مسافه محترمه، ومش قلقان باذن الله من فكره ان البنزين يخلص فجاه ومش هتعرف تتصرف. محطات البنزين كتير جدا حواليك، ده غير ان محركات الاحتراق بقى رائعه في موضوع تحمل الاحمال الثقيله. قدره محركات البنزين والديزل بالذات على انتاج عزم دوران عالي يحرك شاحنات بالاحجام دي مذهل، وفي علاقه قويه على فكره بين زياده الحمل واستهلاك البنزين. ولكن برضه هنرجع لفكره انك بتفول العربيه وعارف هتقعد معاك وقت قد ايه، ده غير وفره محطات البنزين حواليك في كل مكان. بس عشان نكون منصفين برضه الناس شغاله بوتيره سريعه قوي تطوير السيارات الكهربائيه، وبتحاول بشكل سريع جدا تحل المشاكل اللي موجوده فيها، وبدات فعلا تحرز نتائج مذهله في الموضوع. يعني لو جينا بصينا على مشكله الرينج انكزايتي اللي قلناها في الاول هنلاقي انهم بيحاولوا يحلوا مشكله الشحن ووفروا محطات شحن كتير جدا حواليك، ده غير تغيير تكنيك الشحن نفسه. يعني حاليا في تكنولوجيا اسمها الوايرلس تشارجنج، ودي عباره عن انك بتقف بس على الارض المخصصه للشحن والعربيه بتشحن من غير ما توصلها بكابل. وكمان عشان نحل المشكله دي فاحنا محتاجين نحسن من الكفاءه بتاعه البطاريه ونصنع بطاريه اقوى
وتقدر تخزن شحن لمده اطول واطول، بحيث ما تبقاش قلقان من فكره ان البطاريه تفضى منك وانت بتسوق طريق طويل. ودي برضو بداوا يحرزوا فيها تقدم كبير، خصوصا مع تطورات بطاريات الليثيوم ايون واللي هي اكثر كفاءه من انواع بطاريات تانية. طب وبالنسبه لطول مده الشحن، حاليا بيتم تطوير تكنولوجيا اسمها فاست تشارجنج، زي بالظبط الشاحن بتاع الموبايل بتاعك اللي بيشحن بسرعه. وتكنولوجيا الفاست تشارجنج بتخلي العربيه بدل ما كانت بتشحن في مده تتراوح ما بين 4 ل 8 ساعات، حاليا بتشحن العربيه في اقل من ساعه. اقوى سياره كهربائيه حاليا موجوده في السوق بطاريتها بتوصل ل 80% شحن في خلال تلت ساعه بس، وده تقدم مذهل طبعا. هنا هيفضل لنا مشكله، وهي مشكله الاحمال العاليه وعلاقتها باستهلاك البطاريه. واحب اقول لك ان شركه فولفو كتبت مقال شهر 9 سنه 2024 بتقول فيه انها ابتكرت شاحنه تقدر تمشي 600 كيلومتر متواصل معتمده على البطاريه بتاعتها، ودي مسافه مش هينه ابدا على شاحنه ضخمه. ده دليل على احراز تقدم كبير في صناعه بطاريات كهربائيه قويه ومواتير كهرباء تقدر تستحمل احمال عاليه. بس ما خدتش بالك من حاجه، بالرغم من كل ده فالقرار هيتنفذ سنه 2035، وده لسه قدامه 10 سنين بحالهم. وده معناه ان العالم لسه مش جاهز برضو انه يعتمد على السيارات الكهربائيه اعتماد كامل. يعني لو بصينا على التطورات اللي تمت فهنلاقي مثلا ان لسه في مقارنه كبيره جدا ما بين مده تفويل العربيه بالبنزين ومده شحن السيارات الكهربائيه. تلت ساعه شحن برضو كتير مقارنه ب5 دقائق تفويل من البنزينه. غير ان تكنولوجيا الفاست تشارجنج بتواجه مشكله كبيره جدا العلماء بيحاولوا يحلوها، وهي انك عشان تشحن بسرعه محتاج تمرر تيار وجهد عاليين جدا، ودول بينتج عنهم حراره رهيبه. بالتالي لازم يتم تصنيع عربيه من مواد قادره تستحمل شده التيار دي وتعمل عزل عالي علشان التيار والجهد العاليين دول ما يأذوش اجزاء تانية في السياره. وده هيخلي تكلفه صناعه العربيه الكهربائيه بالتكنولوجيا دي عاليه جدا. ده غير ان موديلات السيارات الكهربائيه القديمه لا يمكن تستحمل الفاست تشارجنج، وده بيخليهم محتاجين يشتروا عربيه جديده بتشحن بسرعه. غير بقى ان البطاريه وقوه تحملها لسه برضو مش افضل حاجه مقارنه بمحرك الاحتراق. ولو هنروح لمحرك الاحتراق على ما يتم تطوير السيارات الكهربائيه بشكل كامل، فاحنا كده بنرجع لمشكله الانبعاثات الكربونيه العاليه. وهنا بقى بيظهر الحل الوسط اللي هو حاليا من افضل الحلول لمواجهه الانبعاثات دي، وفي نفس الوقت حل المشاكل اللي بتواجه السيارات الكهربائيه، وهو حل السيارات الهجينه او الهايبريد فيهيكلز. خلونا نعرف بقى ازاي تكنولوجيا الهايبريد عبقريه ومذهله حرفيا، ومش هنعرف ازاي الا لما نفهم يعني ايه هايبريد فيهيكلز وازاي اصلا بتشتغل. بصوا يا شباب، العلماء جم قالوا لك احنا هناخد المميزات الخاصه بعربيات محركات الاحتراق على المميزات الخاصه بعربيات الكهرباء وندمجهم مع بعض في عربيه واحده ونسميها عربيه هجينه. يعني من الاخر العربيه الهجينه دي او الهايبريد كارز بتشتغل بنوعين طاقه، الطاقه الكهربائيه الخاصه بالبطاريه وطاقه الاشتعال الخاصه بمحرك الاحتراق. انت هتقول ايه العبقريه في اني احط الاثنين سوا في عربيه واحده؟ هقول لك استنى اشرح لك الاثنين موجودين في عربيه واحده. مش احنا قلنا ان معظم المشاكل الرئيسيه في السيارات الكهربائيه تتلخص في البطاريه؟ طيب بصوا بقى الحركه دي. في العربيه الهجينه انا همشي بالبطاريه بس لما البطاريه تخلص هنشحنها باستعمال الطاقه الناتجه عن محرك الاحتراق الداخلي، واثناء ما انا بحرك العربيه باستعمال محرك الاحتراق. يعني على ما البطاريه تشحن العربيه بتكمل حركتها بمحرك الاحتراق عادي جدا، او لما كمبيوتر العربيه يحس ان الحمل ده كتير على البطاريه هيقوم فورا عامل سويتش ومستخدم محرك الاحتراق الداخلي في تحريك العربيه عادي جدا. والمنظومه دي تحل مشاكل كتير جدا. اول مشكله اتحلت هي تقليل الانبعاثات الضاره. العربيات الهجينه يا جماعه بتقلل الانبعاثات الضاره بنسبه تتراوح من 20 ل 40%، ودي نسبه محترمه جدا، لان العربيات الهجينه تقدر تمشي بالبطاريه عادي جدا على سرعات منخفضه، او اللي هي في اغلب الوقت السرعه مسموح بيها جوه المدينه، وتقدر تمشي بيها مده على ما البطاريه تحتاج تشحن وتستخدم المحرك. بالتالي انا قللت استخدام المحرك بنسبه كبيره، بالتالي قللت انبعاثات العوادم الضاره. تاني مشكله اتحلت هي مشكله الرينج انكزايتي. انت مش قلقان من فكره ان البطاريه هتفضى، كده كده المحرك هيشحنها وقت اللزوم، ولو البطاريه ما قدرتش تستحمل السرعه العاليه او الحمل العالي محرك الاحتراق بيشتغل فورا وبيعوض على طول غياب البطاريه. بالتالي انت باذن الله مش قلقان من فكره ان طاقه العربيه تخلص قبل ما توصل. ثالث مشكله اتحلت هي مشكله الاحمال. مش احنا قلنا ان في علاقه ما بين الحمل واستهلاك البطاريه؟ طيب انا اقدر احمل المحرك حمل عالي بدل ما احمله على البطاريه. ده غير بقى ان العربيات الهجينه ارخص في الصيانه لقله استخدام المحرك نسبيا، فصيانه المحرك هتقل بالتبعيه. وعلى فكره قرار حظر بيع السيارات اللي شغاله بمحركات الاحتراق ده يشمل السيارات الهجينه لانها بتحتوي على محرك احتراق في الاول وفي الاخر. ولكن اولا على ما 2035 تيجي فالهايبريد كارز هي افضل حل من ناحيه تقليل الانبعاثات الضاره، ومن ناحيه انها بتحل تقريبا كل المشاكل الخاصه ببطاريه السيارات الكهربائيه. ثانيا الله اعلم اذا كان بحلول 2035 هيتم حل المشاكل الخاصه بالسيارات الكهربائيه بشكل جذري او لا، وهل هتظهر عقبات تانية قصاد النوع ده من السيارات ولا لا، وهل هيظهر في الوقت ده
افضليه لسيارات محركات الاحتراق عن السيارات الكهربائيه. ده غير بقى اهم نقطه ان القرار ده خدته دول الاتحاد الاوروبي بس، يعني الله اعلم برضو بحلول عام 2035 هل كل العالم هيتجه نفس اتجاه الاتحاد الاوروبي ولا لا. في يا جماعه 10 سنين ممكن يحصل فيهم حاجات كتير جدا، ممكن الهايبرد نفسها تتطور اصلا، ليه لا. وعلى فكره احنا ذكرنا نوع واحد بس من انواع الهايبرد كمثال في شرح كيفيه عمل الهايبرد، لكن الهايبرد انواع وفي تطور برضو، وهي تكنولوجيا مذهله فعلا تستحق ان نلقي عليها نظره سريعه ونشوف التطورات التكنولوجيه الخاصه بيها. وعلى ما 2035 تيجي باذن الله وعشنا لها هنتابع مع بعض باذن الله التكنولوجيا الخاصه بعالم السيارات النظيفه، ونشوف مين في الثلاث انواع دول هيكسب ومين التكنولوجيا بتاعته هتطور اسرع وهتحل مشاكل اكتر. عاوزاك تقولي تحت في الكومنتات هل كنت تعرف بوجود سيارات هجينه قبل كده، وهل في رايك القرار ده هيتنفذ فعلا حتى قبل 2035. وطبعا لو عجبتك الحلقه ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يجيلك كل جديد، وما تنساش تشارك القناه مع صحابك اللي حابين يعرفوا اكتر عن مجالات سوق العمل والتكنولوجيا والكليات المختلفه. واشوفك باذن الله في حلقات جديده. سلام عليكم.